السؤال موجه لي طبعا الكابتن سيد محمد جعفر. كابتن، طبعا انت كنت كابتن المنتخب عندما رفع المنتخب كاس الخليج للمره الاولى بعد عناء 50 سنه في الدوحه، وبالتالي اليوم انت امام لحظه ايضا تاريخيه في النهائي كاس الخليج. شعورك انت كلاعب وككابتن للمنتخب في هذه المرحله، وايضا شق ثاني لك كابتن بالنسبه لزميلك الحارس ابراهيم لطف الله، وطبعا شنو طبيعه النصائح والخبره اللي تحب توجهها الى الكابتن ابراهيم لطف الله؟ طبعا بالنسبة لنا البطولة اللي سابقة اللي استطعنا تحقيقها صار لها تقريبا 5 سنوات، وتقدر تقول انها كانت في التاريخ. عندنا الفرصة الثانية بالنسبة لنا الحين، في مجموعة من اللاعبين ما كانوا متواجدين في النسخة اللي كنا احنا فيها البطل. في بعض اللاعبين بالنسبة لهم هاي يمكن التجربة الأولى، وفرصة بالنسبة لهم أن يكونون يعني على موعد مع كتابة تاريخ بالنسبة لهم. راح احنا نسعى كلاعبين نقدم كل ما عندنا في المباراة على أساس أن احنا نعيد ونكرر هذه القصة مرة ثانية. وبالنسبة حق السؤال الثاني بالنسبة حق إبراهيم، يعني إبراهيم يحظى بدعم كامل ومساندة وتوفيق ودعاء مننا احنا كلنا يعني كمجموعة صغيرة من مجموعة حراس وكلاعبين. بالعكس يعني إبراهيم قدم مباريات جدا مميزة، هو بشكل عام مميز وقادر أنه يتعامل، وفرض وجوده وفرض تميزه في البطولة وفي مباريات سابقة. فأعتقد أن هاي المباراة إن شاء الله ما راح تختلف عن المباريات السابقة، ويسجل حضوره إن شاء الله في هاي المباراة.